السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنعمل مقارنة بسيطة جدا بين كتابة تكست في فلاتر وكتابة نفس النص في اندرويد نيتف باستخدام كوتلين. تعالوا نشوف الفرق في الكود وهنبدأ بفلاتر. يلا بينا. عندي في فلاتر باجي بدخل على المشروع بتاعي عادي، باجي في الليب فولدر في المين، هنا باجي هنا اقول له عندي void مين، تمام. باجي هنا اقول له run app، هسميه مثلا ماي اب، وباجي هنا اقول له عندي السيركس ويجت اسميه ماي اب، خلي دي بس ماتيريال بدل كوبرتينو، تمام. هاجي هنا اقول له عندي في الماتيريال اب، هاجي هنا هقول له عندي في الهوم بتاعتي عندي سكافولد، في السكافولد ديت البادي بتاعها عباره عن في السنتر، هقول له عندي التشايلد بتاعها تكست، هقول له هنا هلو فلاتر. تعالى نرن التطبيق بتاعنا. ظهرت عندي هلو فلاتر. تعالى نكبر الخط بتاعها، هنقول له الستايل بتاعي، هقول له تكست ستايل، هقول له فونت سايز بتاعي 25 كنترول اس. ظهر عندي هلو فلتر بالشكل ده. تعالى بقى نشوف لو عايزين نكتب نفس التكست دوت في الاندرويد نيتف نعمل ايه. تعالى نخش على اندرويد نيتف. عندي بدخل على الاب بتاعي عادي، بيكون عندي في الاندرويد نيتف مختلف شويه، بيكون متقسم عندي لقسمين، شق خاص بالبرمجه اللي هو المين اكتيفيتي دوت، والشق الثاني خاص بالتصميم اللي هو في اللي اوت في الاكتيفيتي مين اكس ام ال، ده اللي انا بكتب فيه التصميم بتاعي. باجي هنا بقول له عندي تكست فيو، تمام. امسح دي كده تاني، واجي هنا هقول له اكس ام ال، تمام. واجي هنا هقول له اندرويد لي اوت في الاندرويد لي اوت في الهايب بتاعي، هقول له راب كونتنت، تمام. يعني ايه راب كونتنت دي؟ راب كونتنت دي بتدي مساحه على قد التكست بتاعي بالظبط، يعني لا مساحه زياده ولا مساحه اقل، تمام. وعندي هنا في الاندرويد ويدز هقول له راب كونتنت، تمام. واجي هنا هقول له عندي في الاندرويد لي اوت اندرويد تكست، تمام. هقول له هلو اندرويد هلو اندرويد، تمام. واجي هنا هقول له اندرويد لي اوت، لا اندرويد سايز، اقول له تكست سايز هنديه مثلا 25 اس بي، تمام. وهنا هقول له اندرويد عشان اخليه في السنتر. لو انت شايف معايا هنا، ادي في شاشه الموبايل عندي ظهر فين فوق اهو، عايز اخليه في النص عندي، هقول له هنا في السنتر، تمام. واجي هنا هقفل الكود بتاعي عادي كده خالص، وادي كده الكود بتاعك اهوت. لو انت هتكتب بالاندرويد نيتف، ده الكود اللي انت هتكتبه في الاندرويد نيتف باستخدام بكود اكس ام ال، تمام. وهو نفس النص اهوت، هو نفس النص اللي هنا، تمام. بس انت شفت الفرق في الكود. لو عاوز نتكلم عن حاجه ثانيه اكتب لي في الكومنت، وما تنساش تدعمني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.